من هوليود لابو حنان، الراجل فرض الكوكب في اول 6 شهور وصاحب النوش في اي حته في العالم. ولو عايزين تقلبوها نووي عندنا الاستعداد نقلبها نووي. وعامل يا اسطى زينهم وبعد كل ده بيظروفوه فيلم بيفول عليه بفكره ماذا لو تم اختيار رئيس الولايات المتحده. الله اكبر عليك! ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ وليه اختاروا انه يتقتل على متن الطياره الرئاسيه الاقوى في العالم، اير فورس 1. ومش اي مكان تاني على الارض مثلا زي اخواته الاربعه اللي سبقوه في التاريخ الامريكي، وممكن تكتب لي اسمائهم في كومنت. وكان اخرهم جون اف كينيدي، وده لحد دلوقتي مين عارف. وعشان رئيس الولايات المتحدة هو أقوى شخصية سياسية وعسكرية في العالم، فاغتياله بيحط العالم على مشارف حرب نووية، وده لأن هيتم تفعيل الكود الأحمر في أمريكا. وده عبارة عن تشكيل غرفة عمليات طوارئ مشتركة على أعلى مستوى بين ال NSA وال CIA وال FBI. كلها رتب، فضل لهم جوز عساكر وإعلانوا الحرب. وهيتم رفع الديفيكون من قبل البنتاجون، وده مستوى استعداد عسكري نووي لو شك في تهديد أوسع، زي شوية آثار جانبية زي التحكم في الإعلام وتقييد السفر ورفع مستوى الحماية للرؤساء السابقين ونواب الرئيس والقضاة الفيدراليين، ده غير تحويل البيت الأبيض والكونجرس لمواقع محصنة. وكل ده مع تفعيل قانون 25 من الدستور، وهو انتقال السلطة بشكل تلقائي للنائب الرئيس والتحفظ عليه في مكان آمن يا تحت الأرض يا جوا، وهنا نقصد اير فورس 1، لأن الطائرة الرئاسية رمز سيطرة وضربها يعد اختراق مباشر لأكتر مكان أمني في أمريكا، فده يخلينا ندي بصة على اير فورس 1، محصنة ضد الهجمات النووية والإلكترونية، مركز قيادة عسكري يقدر يتواصل بشفرات مع البنتاجون والأقمار الصناعية العسكرية والغواصات النووية والطائرات الحربية. ببساطة الرئيس يقدر يدير حرب نووية كاملة من جوه طيارة. القدرة على التزود بالوقود جوا، وده بيخليها تنفع لسيناريو يوم القيامة، الإقلاع والهبوط في ممرات غير تقليدية. جسم الطائرة مكون من طبقات حماية مدرعة، ده غير إن فيها حياة متكاملة زي مستشفى صغيرة وغرفة نوم رئاسية وقاعة اجتماعات وقاعة صحفيين وطواقم أمنية وطبية زي طاقم خاص من القوات الجوية الأمريكية. وده حصل فعلا بعد اغتيال جون اف كينيدي، وهو ان تم نقل السلطة لنائبه على متن الطائرة الرئاسية، تخوفا ان لما تكونش دي حادثة اغتيال للرئيس فقط بل تكون لأمريكا كلها. والمفاجأة ان اغتيال الرئيس لو حصل على متن الطائرة الرئاسية أسوأ بكتير من اغتياله على الأرض، لأن الفترة بين سقوط الطيارة فأكيد موت الرئيس هتخلق حالة من الفوضى ممكن تستغلها القوى المعادية ضد أمريكا، وده السبب في ظهور المشهد ده جوه الفيلم. Inform Russia, China, and Iran this is not a moment to get adventurous. Don't challenge us and don't think we're distracted. وده غير انه مشهد تأكيدي لهشاشة الناتو برضه في غياب القرار الأمريكي في مواجهة الصين وروسيا، وانه فعلا بدأ يتفكك وبدأت الدول الأعضاء بالتصويت للانسحاب من الحلف اللي يعتبر أقوى عسكريا، فهو مكون من 32 دولة مختلفة بيمثلوا قوة واحدة بقيادة أمريكا اللي بتغطي 70% من الإنفاق العسكري للناتو. فبغياب القرار الأمريكي دول مش هيبقوا 32 دولة، دول هيبقوا 32 مشكلة. وعشان هم على الله حكايتهم ومش نافعين بغير أمريكا، فالفيلم عرض نظام تحكم اسمه إيشيلون، وده في الفيلم نظام تجسس وتحكم عسكري بيتسرق من قبل جهة معادية، فبتتفضح كل معلومات الناتو اللي بتوقعهم في بعض. لكن في الواقع هو نظام تجسس إلكتروني عالمي بيتجسس على حكومات العالم ومنها الحلفاء زي ألمانيا وفرنسا، وعشان كده أوروبا اعتبرته انتهاك للسيادة الأوروبية. وتم فتح وجوده في التسعينات وهو خاضع للفايف آيز، ودي 5 أجهزة مخابرات مشتركة: أمريكا، بريطانيا، كندا، أستراليا، نيوزيلندا. وده فيلم أكشن كوميدي بس تقيل، عرض فكرة اغتيال الرئيس الأمريكي اللي هو أكبر من حالة فوضى في أمريكا بس، لكن دي ممكن تحصل في العالم كله وبدايتها من الناتو والدول الأعضاء اللي هيلبسوا مجرد ما تلبس أمريكا. وده كمان تم الإشارة ليه في إسقاط داخل الفيلم، وهو إن كان حظ رئيس وزراء بريطانيا بركوبه للطائرة الرئاسية الأمريكية من نفس حظ الرئيس الأمريكي، ودي فيها إشارة لدول أوروبا والمصير المشترك مع أمريكا. فبصراحة أحسن حاجة في الأمريكان بقى بعيدا عن الفيلم هم إنهم بيتنبأوا بالأسوأ دايما، مش عشان هم نكد، لا عشان بيعملوا له بروتوكولات مضادة تحميهم في المستقبل لو الأسوأ ده حصل. ففي النهاية وعشان خاطر بريانكا شوبرا نعمل لايك واشتراك ونكتب كومنت إيجابي يا رجالة، إيجابي ماشي؟